السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل مع بعض برياني لحم. أنا عملت معاكم برياني دجاج كتير، بس النهاردة برياني لحم حكاية. أول حاجة أنا عندي خروف مقطعه، يعني مش سايبة قطعة كاملة. لو انت عايزة ما ياخدش وقت معاكي في السوا، حاولي تقطعيه قطع كده. وعندي كمان في منه حتة قطع ريش، فكل ده أنا قطعته. غسلته غسلة سريعة كده. بس أنا عندي بقى ملح وفلفل وبصلة وزيت، وكمان أنا عندي ماجي بطعم ال قولوا معايا الزعفران. اخدت البصله بشرتها كويس قوي، اخدت الميه بتاعتها. بس انا بشر البصله مش هرميها، هقول لكم اعمل بيها ايه دلوقتي. حطيت الملح والفلفل الاسود، حطيت الزيت، وحاولت هدوب بس الماجي بطعم الزعفران في ميه سخونه عشان تدوب. لو عندك انت لون زعفران استخدمي، لو عندك زعفران استخدمي، بس طبعا الزعفران غالي جدا، فهنستخدم بودرة الزعفران. هنذوبها كده نقلبها كده مع ميه البصل. هننزل بكل الكلام ده ونغلف بيه اللحمه بتاعتنا اللي دعاكم كويس قوي قوي قوي. هياخد الطعم واللون في نفس الوقت. ممكن تحطوا كركم على فكره لو مش متوفر عندك بودرة الزعفران. وبعد كده هسيبها بقى في التلاجة شوية. انت ممكن تستخدميها على طول، بس انا بصراحة سبتها في التلاجة 3 ساعات. دي بقى البصلة اللي انا اخدت فيها المية بتاعتها، هعملها لرز مع اللومي، مع ورق لورا، مع حبهان، مع عود قرنفل، وكمان قرنين فلفل او قرن كبير. شوحتهم كده على النار بسيط، وبعد كده هنزل بالرز بتاعي مغسول فقط، انا مش بنقعه. هنقلبه تقليبه كده وبرضه على النار عشان كله يتغلف بالزيت كويس ويبقى مفلفل معايا. لو عايزاه يطلع مفلفل تعملي الخطوه دي. معلش انا هنا التليفون عندي فصل. حطيت ميه، بس مش ميه مغليه، ميه عاديه جدا. خلاص. هغطيها بقى كويس قوي بالفويل، كام طبقه فويل. هخرم الفويل بتاعي، وبعد كده هجيب ورقه زبده هخرمها برضه معايا، عشان اي كده بهاريز بقى واي حاجه من اللحمه تنزل كده على الرز. ودي اللحمه برضو معلش فصل معايا التليفون، وصيتها تماما فوق، وغطي برضو فويل وورق الزبده وفويل كويس قوي. ان هما بيعملوها تحت الارض، فاحنا هنعملها تاني كده، نغلفها تغليفه كويسه ومحكمه جدا بكام ورقه فويل، عشان ما يطلعش اي بخار، عشان تقدر تستوي كويس قوي. حطها في فرن عالي جدا، اعلى حاجه عندك. بصوا هنا حاطه شويه ميه صغيرين بس عشان الرز بتاعي ما يلزقش في القعر او يتحرق. ممكن في نص السوا يا جماعه، مش في الاول. شايفين انا هنا شلتها وحطيتها فوق الرز، وحطيت في حمايه عشان تدي طعم بقى هي مش تدي مشوي بس تدي طعم المدخن كده، طعمه حلو قوي. شايفين الرز مفلفل معايا ازاي؟ واقولكوش بقى على الريحه، وانا قبل ما ادوق ريحته خيال. طبعا اللحمه الضاني الحلوه طبعا بتفرق في الطعم تماما. بس كده بنقدم الرز بتاعي مع قطع اللحمه مستويه وجميله. اخدت هنا دي اخدت معايا ساعه كمان. لو هي لحمه مش متقطعه، يعني لو لحمه سليمه هتاخد معايا ساعه ونص، من ساعه ونص لساعتين. بس كده الوصفة خلصت. يا رب تجربوها وتعجبكم. وما تنسيش تشجعيني بلايك سبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك اي جديد انا بنزلكم. اقول لكم السلام عليكم.